يسعد اوقاتكم اعزائي مستمعي ومشاهدي اذاعه فون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حلقه جديده من برنامج مجتمع اونلاين. تحياتي لكم جاندي خالدي، وهذه اطيب التحيات من فريق التصوير والبرنامج. حلقه جديده من مجتمع اونلاين بعد شوي. كل إنسان له أولويات بالحياة، ممكن تتشابه هاي الأولويات في فترة من الفترات، لكن القاعدة العامة بتقول إنه كل إنسان له رغبات مختلفة عن غيره. هاي الرغبات وهي الاختلافات بالرغبات طبعا تعتمد على البيئة والحالة النفسية الاجتماعية اللي بيعيشوا فيها. الأمن والأمان والسعادة والقليل من الرفاهية إذا كانت ممكنة هي بشكل عام ما بيسعى لها الإنسان إنه يعيش بإطاره، لكن حوادث مثل الحرب أو الأزمة التي تعيشها سوريا من 7 سنين قد تغير من الأولويات وتجعلها تأخذ منحى آخر. شو رأي أهالي قامشلو بهذا الموضوع وشو هي أولوياتهم؟ ويا ترى كيف أثرت هي الظروف على هي الأولويات؟ خلونا نشوف ونسمع من خلال الاستطلاع التالي. أولوياتي أنا أولادي مهاجرين ومشتاقين لألن وما عم يعني بهالوضع هيك انجبروا إنه يهاجروا طبعا لأربينيا لبيتنا إنه بلدنا الأم، بس كمان عم نشتاق لن وعم ما نقدر نشوفن، وهالشي يعني كتير مزعوجين منه. الوضع الحالي اللي نحن فيه بيأثر على أولوياتك شيء ولا لا؟ طبعا كتير، أنا كتير أثر علينا. من أي ناحية؟ من الناحية الأمنية، من ناحية الوضع المادي، من كل النواحي. أولوياتي ما ام مقاربن جيانك يجبو زاروكي خو ام أغابكن وام جبيش روجي رتشكي جوار بكن. تأثيري روشة أنا وضعي أنا سر أولوياتي تهي أنا تأثير ذكي أنا. بخودي تأثير ذكي شانا كي مسألة زاني مسألة معدي ومسألة جيان كي معيشة زحمتية معيشة تشيبونا لأما دوي وقت ده هدف نجلو مصدر هنا ام بوي متفائل أو هدفي ما بكورن بيقاني وش أخي هرتش بحفر زلال. أولوياتك بالحياة إيش هي بالوقت الحالي؟ السعادة والأمن والأمان. زنها أمان هبي وزارو كر مدرسة وقلت يعني خوشي بسر مدوري وهو أبتني متخاصل. روشة أنا أمتدى تأثير بكسر أولوياتي تي أنا. لا تحسمي إنه بلد إنه خوش إنه أمان هيا. الأمن والأمان أكيد. طيب الوقت الحالي الشيء أو الوضع اللي نحن فيه بيأثر شيء على أولوياتك ولا لا؟ والله يأثر كثير، يأثر على العمل، يأثر على الاقتصاد، يأثر من أكثر من ناحية. يقول الشيء هم كهرباء وهو كهرباء حريري. كهرباء قلت مداخل بشتي. طيب وضعي أنا أو روشة أنا أمتدى التأثير دي كسر أولوياتي وضعنا أنا الحمد لله شغل ماشي الحمد لله. حياة طبيعية وحياة طبيعية والمعيشة. طيب ماشي الوضع اللي نحن فيه حاليا بيأثر على أولوياتك؟ كويس لا ماشي الحال. والله خازن خوشي بيه وامسر خبن ودنيا خوش بيه. أولوياتي ما خودي دركتن لزماني خو ما في خو حتى نقوم بكي مجيكي آزادية راس حري راس قوم شيء قوم خودي لخو دركتن لذهنية تاخو دركتن. أعزائي المستمعين ومشاهدي إذاعة فون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب، برحب فيكم مرة جديدة ورجعنا لكم بعد الاستطلاع لنستقبل أول ضيف بحلقة اليوم. بالاستطلاع طبعا كان موجود عدد من الآراء اللي الناس حكوا فيها من خلاله. أولويات الناس بتختلف، هذا شيء طبيعي، ولكن أيضا بتشترك بموضوع الأمن والأمان والسعادة والحياة الهادئة والحياة الآمنة. كمان أيضا كان هناك في الاستطلاع يعني عدد من الآراء الأخرى، يعني بعض الناس طالبوا أنه أو بالأحرى حكوا عن أنه أولوياتهم هي توفير الخدمات، ومنهم من تحدث عن الكهرباء، منهم من تحدث أنه مشتاق لأولاده وحابب أنه يرجع لبلده الأصلية، وأيضا بعض الناس اللي حكوا عن موضوع أنه لا يعني نحن حابين من أولوياتنا تكون أنه الحفاظ على اللغة الكردية مثلا. اسمحوا لي أني أرحب بالسيدة نيفين موسى، وهي تعمل بإحدى المنظمات الإنسانية في مخيم الهول، معي مباشرة عبر الماسنجر. يسعد أوقاتك نيفين.
يسعد مساك ومسا مستمعي مشاهدي إذاعة بون اف ام جاندي. أهلا بك نيفين. نيفين، شو أولوياتك بالوقت الحاضر؟ بصراحة أولوياتي إني وصل لمكان عالي من حيث المستوى التعليمي، من حيث المكانة الاجتماعية. يمكن هلا عم اشتغل بمنظمة إنسانية، ببالي حلم إني أحققه، إني أصير بنت أممية، كمان إني أساعد الناس مساعدة حقيقية جانتي. نعم. طيب أنت الظروف الحالية كيف أثرت على أولويات نيفين كشخص يطمح أنه يكون بمكانة اجتماعية عالية؟ بصراحة الظروف الحالية ما أثرت بس لي، أثرت على كل الناس. يمكن أثرت علينا من حيث تحقيق المستوى أعلى من حيث المستوى التعليمي جانبي. يمكن كنت حابة إني أكمل دراسات، ما تسنت لي الفرصة إني أكمل بحكم الحرب اللي صارت بسوريا، واللي فينا نقول إنه بحكم إنه الطريق مسكرة، وبحكم إنه كان في يعني نوعا ما في أمان أبدا على الطرقات يعني بالمناطق الداخلية بسوريا. أكيد هذا كان السبب الرئيسي جاندي. كمان بعض المسافة يمكن حكيت أنت ما كان في أمان بالطرقات إني أطلع وأدرس بغير محافظة ثانية وكمل دراسات. نعم. طيب نيفين، من خلال اختلاطك بس من ناحية بالناس تفضلي. طيب من ناحية ثانية صح أثرت بشكل سلبي علينا، بس كمان يمكن نحكي إنه الحرب فتحت لنا آفاق ثانية، آفاق جديدة. يمكن إحنا ما كنا متوقعين إنه نفوت بمجالات ما كانت موجودة بالأساس بالمنطقة الكردية بمنطقة روجافا. نعم. طيب من خلال تعاملك مع الناس ومن خلال اختلاطك مع عدد من الناس نيفين، سواء كنت مثلا بالجامعة أو كنت بالمنظمة أو كنت بعملك، وأنت طبعا عملتي أيضا بالإعلام، يعني اختلاطك بالناس كيف بخليكي تقولي لي شو هن أولوياتهم حاليا؟ يعني بالنسبة لك شو أولويات الناس؟ نحن عملنا استطلاع قبل شوي وحكينا عن ملخص عن هذا الاستطلاع، ولكن برأيك هل كان يعني الاستطلاع كامل وشامل لأولويات الناس، ولا في شغلات تانية ما انحكت؟ تمام جاندي، أكيد أولويات الناس رح تتغير قبل الحرب وبعد الحرب، هذا الشيء يعني أكيد. ما في شك فيه. كمان تأثير الحرب كمان رح يختلف عن الناس، بحيث إنه الناس كانت عايشة بشكل مباشر ضمن الحرب أو بشكل غير مباشر كمان. هلا الأولويات اللي كانت قبل الحرب يمكن سمعناها من خلال الاستطلاع، كان في تحسين الوضع المعيشي، حل مشكلة البطالة، طموحات دراسية عالية. كان في حتى من أولويات بعض الناس تحقيق السعادة. بصراحة الناس الشغلة اللي لاحظتها بمجتمع كامل إنه الناس كانت تطمح للسعادة، إنه نحن لسه مو مبسوطين، بدنا لسه نكون مبسوطين أكثر. بينما أولويات الناس بعد الحرب ومن خلال التعامل، أول أولوية تنحط بالدرجة الأولى هي الأمان جاندي. أكيد. الأمن والأمان هو أهم من يعني من أهم الأولويات اللي حكوا عنها الناس بشكل عام، وهي يعني شيء طبيعي جدا إنه الأمن يكون من الأولويات لكل البشر في العالم، يعني مو بس بالمنطقة الكردية. طيب أنا حابب إنه فوت أكثر على موضوع اللاجئين، وأنت تعملين يعني بمنظمة إنسانية تعنى بشؤون اللاجئين. كيف عم بتشوفي أولويات اللاجئين الحاليين؟ يعني أنا بعرف إنه اللاجئ بيكون بيحتاج إلى الكثير من الأمور، ولكن حسب أنت وخبرتك وتعاملك المباشر معهم، يعني شو شفتي الأولوية الأولى لهم؟ هلا الأولوية الأساسية للاجئ جاندي، بما أنه بيكون هاللاجئ يعني هو هرب أو خاف من الاضطهاد أو تعرض للاضطهاد، فالأولوية الأساسية هي الأمان، بحثوا عن الأمان. فيني أحكي عن أولوية ثانية عم تجي يمكن بالدرجة الثانية أو أقل بشوي من الدرجة الأولى، هي لم الشمل. بما أنه هاللاجئ هو هرب من الخوف من الاضطهاد، فصار في حالات كثيرة بين اللاجئين إنه ضيعوا بعض، كثير منهم استشهد، ضل الأب والأولاد بمخيم، الأم بمخيم ثاني. فالأولوية الثانية هي لم شمل الأسرة عندهم. نعم. نيفين، من خلال عملك أيضا يعني أنت كيف شفتي الفروقات بين اللاجئين من هاي الناحية؟ يعني أنتم عم تتعاملوا بس مع لاجئين ولا مع نازحين أيضا؟ عم نتعامل مع اثنين جاندي.
مع الاثنين. شو الفرق بين الاثنين من ناحية الأولويات؟ بصراحة ما عم لاحظ إنه في أولوية كتير، يعني في فرق كتير كبير بين النازح واللاجئ من حيث الأولويات. سوى مثل ما قلت لك إنه اللاجئ هو بيكون تخطى حدود دولته لدولة ثانية، فهو حابب يرجع لبلده الأصلي. مثل ما قلت لك إنه في كتير عوائل ضيعت بعض. هالحالات عند اللاجئ هي أكبر عند النازح. بينما النازح لما يكون موجود بمخيم فهو موجود لسه ببلد سوريا، يعني ما طلع خارج سوريا، هو موجود بنفس المنطقة. نحن مثل ما بنعرف إنه عادات وتقاليد السوريين كلها متشابهة. نعم. فهو نيفين، آخر سؤال بدي أسألك إياه. نعم، آخر سؤال بدي أسألك إياه هو شو هو الشيء اللي بيتحكم أكثر شيء بأولويات الناس؟ ما وصلني الصوت منيح. عم اقول لك شو هو الشيء اللي بيأثر بأولويات الناس أو بيتحكم بأولويات الناس يعني دائما؟ شو هو اللي يؤثر بأولويات الناس؟ نعم، يعني هل هي الظروف؟ هل هي الأمور النفسية، الحالة النفسية اللي بيعيشوها، ولا شو؟ أكيد الظروف هي اللي عم تأثر بأولويات الناس. وكمان في شغلة ثانية كمان، المرحلة العمرية هي كمان عم تأثر على أولويات الناس. مثلا أولويات الطفل تختلف عن أولويات المراهق، تختلف عن أولويات الشاب، تختلف عن أولويات الشخص لما بيكبر بالعمر. المرحلة العمرية في ظروف كمان عم تأثر. مثل ما قلنا الأمن والأمان هو كان بالدرجة الأولى، هي الأولوية الأولى عند الناس. طبعا بتمنى لك وبتمنى لحالي ولكل الناس الأمن والأمان. نيفين موسى كنت معي من الهول. نيفين موسى وهي تعمل في منظمة إنسانية بمخيم الهول. شكرا جزيلا لمشاركتك معي. شكرا لك جاندي، وشكرا لإذاعة فون اف ام. بس كلمة أخيرة لازم نحاول مرة ومرتين وثلاثة، لأنه الحياة أحلى بكتير. وبس عم نطلع على وجوه هالنازحين واللاجئين، صدقا عم يعطونا قوة كتير كبيرة لنعيش حياة أفضل. إن شاء الله دائما إلى حياة أفضل. شكرا نيفين. برحب فيكم من جديد أعزائي مستمعي ومشاهدي إذاعة فون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فقرة لقاء من برنامج مجتمع أونلاين. ترتبط أولويات الأفراد بشكل مباشر بالحالة النفسية اللي بيعيشوا فيها، وخاصة إذا كان هؤلاء الناس بيعيشوا بمرحلة اللا استقرار أو بمرحلة الحرب والأزمات النفسية اللي بتنتج عنها. بدعوكم لسماع ومشاهدة اللقاء التالي اللي أجريناه مع المتخصصة النفسية السيدة روجين شاويش. المرشدة النفسية روجين شاويش، أهلا وسهلا فيك بفقرة لقاء ببرنامج مجتمع أونلاين عبر إذاعة بونت. أهلا وسهلا فيك. قديش في ارتباط ما بين تحديد الأولويات بالنسبة للشخص مع الحالة النفسية اللي هو عم يعيش فيها؟ هلا الأولويات هي عبارة عن معايير وأسس يحددها الفرد طبعا. نحن حياتنا هلا متراكمة ومزدحمة كثير بالأعمال والمسؤوليات. هذا الازدحام بيخلي الإنسان ما يقدر يفرق أو يلاحظ شو هو الشغل أو العمل أو القيمة المهمة بالنسبة له. فنتيجة تراكم هذه الأعمال ونتيجة تراكم هذه المسؤوليات، الفرد نفسه أو الإنسان نفسه ما يقدر يتكيف مع الظروف المحيطة به. فلذلك أنه متوقف هو على مدى تكيف الفرد. مدى تكيف النفسية بتأثر كثير على تحديد هاي الأولويات. أكيد. هو في عنا نحن عم نقول له أقدام أو أحجام. هلا الأقدام أو أقدام أحجام فيه. الأقدام اللي هو المعيار أو العمل أو المسؤولية المفيدة، والأحجام هي العمل أو المسؤولية الغير مفيدة. فلما الإنسان يواجه الاثنين، إما الأقدام أقدام وما عاد يقدر يعني يقدر يشوف أو يميز شو هو المناسب له وما يتكيف معه. وفي عنا كمان الأقدام والأحجام، هي أسهل شيء بالنسبة لنا. أما الأحجام والأحجام هي أصعب شيء، إنه اثنيناتهم سلبيين وما يقدروا يميزوا بيناتهم. طيب شو تأثير ظروف الحرب والأزمة نفسيا؟ هل
طبعا اكيد. هلا الحرب هو وجود، هو ازمه وجود، هو ازمه استقرار. هي بتخلي الانسان يتواجد في حاله قهر نفسي. القهر النفسي قلنا عم يولد ردات فعل غير مناسبة. طبعا إذا هو ما قدر يعمل مستويات لأولوياته أو حتى يحطن بالهرم. مثلا في أولويات تكون بالقاعدة، في أولويات تكون بقمة الهرم. فنتيجة القهر النفسي اللي عم يمر فيه الفرد أو الإنسان نتيجة الحرب هو اللي يولد عنده ردات فعل غير جيدة أو غير مناسبة مع الوضع. لهيك انه الفرد يتأزم لتحديد الأولوية وحتى للقيام بتمييز الأولوية بالنسبة له. نعم، نحن عملنا استطلاع، ومن خلال الاستطلاع يعني آراء الناس كانت على الشكل التالي. يعني الأولويات كانت انه السعادة، الأمن والأمان، نريد الخير. حدا حكى عن موضوع الخدم وموضوع الكهرباء، انه انا من اولوياتي هلا انه اعيش في جو يكون في كهرباء، مثلا خدمة الكهرباء متوفرة. في بعض الناس اللي حكوا عن لا، انه نحن اولوياتي انه تكون اللغه الكرديه مثلا دارجه واي ما هنالك. برايك هي الاولويات شو بتعطيك انطباع يعني عن الحاله النفسيه عم نحكي؟ هلا نحن نقدر نتذكر عنا الهرم ماسلو، هو هرم الاحتياجات الاساسيه. هلا في عنا بالقاعده هو هرم الحاجات الاساسيه اللي هو الغذاء، الماء، الامن يجي بقى بالمستوى الثاني. هلا لما الانسان يحقق قبل سنتين كان اولويات الانسان او افراد المجتمع اللي نحن هلا عايشين فيه كان مو نفس الاولويات اللي هلا هن فيه. فشلون هي عم تجي؟ عندنا هرم ماسلو، بس الانسان يحقق المستوى الاول ينتقل تلقائيا للمستوى الثاني. هلا هو يمكن حقق بالاول حققوا مستوى الماء والغذاء والحاجات الاساسيه اللي هو هواء نظيف يعني، فانتقلوا تلقائيا للمستوى الثاني اللي هو الحاجه الى الامان. لما حققوا الحاجه الى الامان ينتقلوا للي بعده يعني. نعم. بالنسبه للناس اللي هون هم نازحين او لاجئين يعني بدهم يرجعوا لبلادهم، هذا من اي مستوى موضوع الأولوية؟ هلا هو كمان الامن. هلا هن لما نزحوا لهون ما عم يشعروا بالامان. شلون ما يشعروا بالامان؟ يمكن هون ما في مثلا تنقول الحاله الامنيه مستقره عنا، بس نحن من ابناء المنطقه هن لا، يمكن الجيران ما يقبلون، يمكن المجتمع ما يقبلون، يمكن العادات والتقاليد ما تكون نفس الشيء، فهن بالمستوى الثاني. نعم. بالنسبه للمنطقه الكرديه كيف تشوفي الحاله او الوضع النفسي اللي عايشين فيه الناس حاليا؟ هلا صراحه نحن في عنا هون بالمجتمع يعني صار في خلط كثير كبير. هلا نحن يمكن المجتمع هون حققوا المستوى الاول او يمكن حققوا المستوى الثاني، بس مو زياده، مو نسبه، يعني بنقول يمكن 70%، يمكن نحن عم نقول كثير يعني 70%. فصاير خلط يعني. هلا في منن في مستويات او في فئات طبقات كثيره صار عندنا، في فقر شديد او تحت الفقر يعني، وفي عندنا الفقر وفي عندنا المتوسط. كل واحد بقى حسب الحاجات الاساسيه له. فنحن يمكن نجي على المستوى، نجي على الطبقه تحت الفقر يعني، نجي نسالهم شو هن الاولويات بالنسبه لهم، يمكن يقولوا الحاجات الاساسيه، يمكن الغذاء والماء. يمكن نجي للطبقه الثانيه يقولوا الامن، على المناطق اللي فيها حالات شوي من التوتر الامني. الطبقات الغنيه يمكن هن يقولوا بدنا نحن الرفاه، يعني المستوى الثالث بقى. كمتخصصه نفسيه ومرشده نفسيه يعني، هل هناك عقد في المجتمع حاليا، عقد نفسيه خلال الثلاث اربع سنوات الماضيه؟ طبعا اكيد. هلا الحرب هو على الأغلب دور الإعلام هو كتير يعني فظيع، عم يلعب دور كتير كبير بالشائعات خاصة والدعاية. هلا الإعلام يلعب دور كتير كبير بزيادة التوتر والقلق عند كتير. هلا القلق هو السبب الرئيسي اللي يساوي الهلع والخوف وعدم الاستقرار والمشاكل النفسية، حتى يصير عندنا أمراض. هلا أمراض هي أمراض جسمانية نحن عم نقولها، أغلبها سكري يزداد، ضغط الدم يزداد، المعدة، قرحة المعدية، هدول كلهم يزدادوا. فناهيك عن الامراض النفسيه بقى السيكوباتيه كثير تنتشر بايام الحرب. السيكوباتيه هي امراض اجتماعيه، يعني تصير عندنا السرقه كثيره، تصير عندنا
شو اسمه انحراف، ايوه ايه. في حالات الكذب تزداد يعني، والامراض النفسيه الثانيه مثل الفصام، مثل الاكتئاب، مثل الهستيريا، هذول يزدادوا كثير اثناء الحرب يعني. نعم. هل الحاله النفسيه اثرت على هجره الناس؟ هلا كثير هي الحرب له تاثيرات، تنقول تاثيرات اجتماعيه واقتصاديه والنفسيه على الاغلب هي بالقمه. هلا قلنا الاعلام لما يلعب دوره الكبير ينشئ لدى المجتمع حاله من القلق يتعقبه انه عدم القدره على اتخاذ القرار. هلا نشوف انه اغلب العوائل لما سافروا قالوا هيك قرار يعني فجائي طلع معنا. فالحرب كثير ياثر على اتخاذ القرار، اتخاذ القرار متعلق بتحديد الاولويات. بما انه ما في اتخاذ قرار، اذا ما في تحديد اولويات، اذا في خطوات غير ثابته يعني، اكيد هي تاثر على الهجره بشكل مباشر، مو غير مباشر، كمان بشكل مباشر يعني. يعني انت ذكرتي الاعلام اكثر من مره، فانا حابب اقول لك انه مثلا شو الدور اللي لازم يلعبه الاعلام بهي الحاله؟ هلا المشكله التضخيم في عند الاعلام، في تضخيم كثير كبير. يمكن نحن نقول الاعلام المحلي عندنا ما بعرف يعني، يمكن تاثيره شوي قليل لانه نحن عايشين بالمجتمع. هلا الاعلام الدولي او الاعلام اللي مثلا المعروف يعني ما نذكر القنوات، بس عم نلعب دور خاطئ. الاشاعه له دور كثير كبير بزياده الخوف والقلق عند المجتمع. الدعايه، طبعا الهجرة سببها الأساسي هو أسباب نفسية يعني، بما أنه عدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمن قد يولد عند الأفراد القلق يعني عند المجتمع، فهو السبب أكيد. نعم. سؤالي الأخير هو شو النصائح اللي ممكن إنه تقدميها كمتخصصة في مسألة تحديد الأولويات بالنسبة للأشخاص الموجودين في منطقتكم؟ هلا قبل كل شيء إنه كل فرد يعمل لحاله هرم، يحدد هو الأولويات ويخطو خطوة خطوة. يعني طبعا الحياة مو مستعجلة أبدا، نحن عم نستعجل دائما، وبهذا الاستعجال نحن عم نخلي كثير شغلات، أو عم نخلي ورانا كثير شغلات نحن ما بنستمتع فيها كثير. طبعا النجاح والاستقرار والامن كله عم يجي خطوه خطوه. نحن تعلمنا انه كل شيء يجي عنا جاهز، وتعلمنا الرفاه الغير مشروط يعني. فالنصيحه هو انه يعملوا للاولويات مشان يعرفوا يتخذوا القرار الصائب، يعملوا هرم للاولويات ويميزوا بين الاولويات. يعني في اولويات قابله للتنفيذ المباشر، وفي اولويات هي اولويات للمستقبل يعني. فيعملوا هالهرم ويستفيدوا من الهرم مشان يخطوا خطوه خطوه لاتخاذ القرار الصائب. المرشده النفسيه روجين الشاويش، كنت ضيفه عزيزه على برنامج مجتمع أونلاين، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين والمشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج مجتمع أونلاين. بتمنى لكم دائما العيش بسلام وأمان، وأنه تقدروا تحافظوا دائما على أولوياتكم بالحياة وتوصلوا إليها. كونوا بخير، إلى اللقاء.